النظر للأحجار متباين، أناس يرون أنها زينة لا غير، وأناس يرون في هذه الأشكال بابا لتحقيق مبتغى هم رسموه بمعتقداتهم. في الزوايا تجد من لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المهنة كتعلق روحي وعمل فتحت أبصارهم عليه. العالم معتقده بهاي السوالف انه هذا هيجي هذا هيجي هذا فلان هذا فلان، هو مو صحيح، كله بيد الله. هسه انا جيت اخذت هذا الحجر، الله سبحانه وتعالى طلعت منه، الله رزقني، شو اقول لك رزقني الحجر، انا اتشلي بالحجر بعد له بالله، غير بالله سبحانه وتعالى. هم لا اتشلي بالحجر اقول لك هذا رزقني اليه، هذا الحجر رزقني. الطلب لا يتراجع والاهتمام لا ينخفض بحجر ربما لو وجدته بباحة لما رفعته أرضا. ورغم كل هذا هناك أصوات ترتفع تفيد بأن الغش والشائعات ضربت هذه المهنة وشوهت معالمها. يعني مو شغل ضروري، شغلة كمالية، فالإنسان يريد يقتني فد شيء كمالي لازم يكون فد شيء مميز. بس من صار الغش بي والكذب يعني احنا تأثرنا، يعني أنا واحد من الناس أو غير جماعتنا اللي هنا تأثرنا. يعني صغور حجمها أو كبر، ناصع لونها أو باهت، باهظة الثمن أو بخسة، تبقى الأحجار أحجارا لا غير، قد ترتبط بتراث أو تاريخ أو عقيدة لأمة. يراها البعض زينة صامتة، ويراها آخرون وعدا خفيا للحظ والرزق والمحبة، لا تنطق ولا تتحرك، لكنها ناطقة بما يسقطه الإنسان من اعتقادات وقناعات على أفكاره، لتبقى قيمتها جمالا يقتنى ويثمن، بعيدا عن ضجيج روايات تنسج وتتضخم وتتناقل في الأذهان. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.